السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت شغال في مجال 3D او بتحاول تدخل المجال واكتر سؤال بتسأله لنفسك هو انا ليه مش بيجي لي شغل، خليني اقول لك الحقيقة اللي مش ناس كتير بتقولها. في اغلب الوقت المشكلة مش في مستواك، المشكلة في البورتفوليو بتاعك. اللي ما يعرفنيش انا مصطفى شقوير، انا بقالي اكتر من 3 سنين في مجال 3D، والحمد لله الحمد لله بقالي 2 سنين شغال في المجال كفريلانسر، واشتغلت مع عملاء من دول مختلفة، والحمد لله المجال ده بقى شغلي الاساسي. فاكر في فترة من الفترات كنت ماشي ورا توتوريالز كتير جدا وكنت بطلع منها نتائج حلوه، بس لما باجي اقدم على شغل ما بيبقاش في رد. لحد ما فهمت فين المشكله. انا كنت بعرض شغل مش بيعبر عني، انا كنت بعرض شغل بيعبر عن التوتوريالز اللي انا مشيت وراها. ومن هنا بدات اشتغل على مشاريع من عندي انا، وبدا يظهر الفرق فعلا. وعشان كده عملت خطه رمضانيه، والخطه الرمضانيه دي هو كورس كامل مجاني ولكن بطريقه مختلفه شويه. النهارده احنا في 2026 وفاضل ايام قليله جدا على رمضان، كل سنه وانتم طيبين. فانا عملت كورس عباره عن خطه يوميه لمده 30 يوم. انت كل اللي انت محتاجه كل يوم ساعة واحدة بس طول شهر رمضان، بحيث بقى انك تقدر توازن بين الشغل والعبادة والدراسة والعزومات طبعا واي التزامات وراك. والميزة كمان في الخطة دي ان انت لو فاتك يوم فانت هتقدر تعوض بكل سهولة، لان انا حاطط لك ايام راحة. طيب هتستفيد ايه من الكورس ده؟ اولا الكورس ده او الخطة دي مجانية بالكامل، مش هتدفع اي حاجة طول فترة الخطة دي او طول فترة الكورس ده. ثانيا هتحل مشكلة البورتفوليو. معظم الناس بتعرض شغلها من الكورسات او التوتوريالز بالظبط زي ما هو، وده بيكون سهل على العميل ان هو يعرفه. بس في الخطه دي انت هتبقى طالع من رمضان عامل 3 برودكت انيميشنز مختلفين تماما عن اي حاجه انت ممكن تكون عملتها قبل كده. والميزه فيهم ان انت هتعملها بطريقتك، يعني انا مش هخليك تمشي ورا طريقه معينه ومش هتطلع انت او غيرك نفس النتيجه بالظبط. فميزتها في كده ان انت هتقدر تحطها في البورتفوليو عندك. ثالثا هتتعلم حاجات هتفيدك في الشغل فعلا، زي الاضاءه او الكومبوزيتنج او الجراف اديتور، لان انا عارف ان في ناس كتيره قوي بتواجه مشكله في انها تفهم الجراف اديتور هو ايه اصلا وبيعمل ايه. وحاجات زي انك تقلل وقت الريندر، وكمان الورك فلو بتاع الشغل بتبدا ازاي وتخلص ازاي. رابعا المتابعه، هيكون في متابعه كامله على واتساب، انا وتيم معايا هنتابع كل مشاكلك. لو واجهك اي مشكله في بلندر، واجهك اي مشكله وعندك اي استفسار بخصوص الكورس، هنبقى معاك دايما. خامسا وانا بصراحه شايف ان دي اهم نقطه من كل الحاجات اللي انا قلتها قبل كده، بعد الخطه دي هتعرف تدور على المعلومه فين، ولو واجهك مشكله تحلها ازاي، وهتعرف برضو ازاي تكمل الطريق انك تتعلم 3D او تكمل في المجال 3D بنفسك. طيب الكورس مناسب بقى لمين؟ الكورس مناسب او الخطه دي مناسبه لو انت عندك اساسيات في بلندر، يعني انا مش هعلمك من الصفر، لا انا هبني على المعلومات اللي عندك. فلو انت فاهم الاساسيات بتاع بلندر، بتعرف تتحكم جوه، فساعتها الكورس ده هيبقى مناسب ليك. طيب ولو انت بقى بقالك سنه او 2 او 3 او اكتر من 3 سنين في المجال، هل الكورس ده او الخطه دي هتبقى مفيده ليك؟ انا بقول لك الكورس ده فعلا هيبقى مفيد ليك، لان انا في معلومات في الكورس ده انا حاططها، انا يعني اكتشفتها او عرفتها بعد اكتر من 2 سنين من وجودي في المجال، وفعلا كنت مستفيد منها. طيب هتسجل ازاي بقى؟ التسجيل هيكون عن طريق جوجل فورم، انا سايبها لك تحت في الديسكريبشن. كل اللي هتعمله انك تملى البيانات بتاعتك، تحط الايميل بتاعك واسمك. بعد كده لما تدوس سبميت هتلاقي ان في ميل اتبعت لك، وكمان هتلاقي ان في اصلا لينك موجود بعد ما تعمل سبميت للفورم. هتدوس على اللينك ده والف مبروك، انت كده معانا في الخطه او معانا في الكورس. لان مجرد ما انت ما تدخل الكوميونتي بتاع الواتساب ده انت خلاص كده بقيت معانا، وهيوصل لك الحاجات يوميا. فلو انت فعلا ناوي تطور من نفسك ورمضان ده يبقى نقطه تحول بالنسبه لمستواك، فسجل دلوقتي وابدا معانا من اول يوم رمضان، وان شاء الله تخرج من الشهر ده معاك بورتفوليو اقوى ومستوى اعلى وطريق واضح تكمل فيه لوحدك. واشوفكم ان شاء الله في الكورس. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.